متقبل أقدار الله، مش رافض. لأن الرفض ده بيخلي الإنسان ما يصدقش في طيبة قلبه، يكفر بالطيبة ويبقى عايز يبقى شرس عشان يعرف يعيش في وسط الذئاب زي ما بيقولوا. لا، أنا متقبل، دي حكمة ربنا. ربنا بيقول في القرآن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الموضوع محتاج صبر، إن أنا أشوف ناس مؤذية، محتاج أصبر إن أنا أحمي نفسي من أذاهم وأمن نفسي، وده ضبط لمسألة الطيبة من غير ما أتقلب أنا كمان وحش زيهم. وده معنى كلمة تقبل أذى البشر. عشان كده الحكيم الشهير كونفوشيوس كان يقول لك: تعامل بلطف لكن لا تتوقع الامتنان. انت تبقى لطيف جدا جدا بس مش كل الناس هتشكر جميلك، وتقبل ده. اوعى يتخطف منك طيبة القلب من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحطوا قدامك إنسان ما عندوش ذرة رحمة عشان تشوف قبح الفعل فتنفر منه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون